عبد الرحمن. عبد الرحمن عندك كام سنة؟ عندي 11 سنة. 11 سنة. هل في حد في الأسرة برضو عنده الموهبة دي؟ بابا. بابا هو اللي شجعك برضو؟ ابو الشاعر الكبير بروفيسور عبد المقصود، عضو مجلس اداره نادي ادب اسماعيليه معايا. ده يعني كلكم بقى اولادكم هم اللي معاكم ما شوف الجينات بقى. جينات. طيب قولي، موهبة الشعر دي بتحتاج ايه علشان الانسان يحس بالفعل ان هو شاعر؟ انت حسيت امتى؟ هل وانت قاعد مع بابا ممكن انك تدردش معاه قال لك انت موهوب في الحتة دي نبتدي ننميها، ولا انت من جواك بدأت تهتم بالاشعار؟ لا، انا يعني في بداية الموهبة كنت سامع اكتر من حاجة، يعني كنت الاغاني، بابا اقترح عليا الاغاني والمسرح والشعر، لقيت ان الشعر فيه رقي اكتر من الحاجات دي. تمام. فانا قلت الشعر طالما فيه رقي اكتر وكده، فادخل في المجال ده. في المجال ده وحبيته واستمريت فيه. هتكمل فيه. هل الدراسة ممكن تعطلك، او انك تمارس نشاط زي النشاط ده ممكن يعطلك عن الدراسة، ولا انت مقسم وقتك؟ لا، انا بقسم وقتي. بتهتم بالشعر اللي موجود في الكتب المدرسية، بتبقى مهتم بيها اكتر من اي طالب معاك في الفصل، لانك انت حابب دارس عارف اكتر؟ هو بعض الحاجات. بعض. مش كلها. مش كلها. ليه؟ مش كلها بتعجبني. اذا اللي ما بيعجبكش انت ما بتبقاش مهتم بيه. بس بحفظه وبفهمه عشان الدراسة بس. دي الشخصية اللي احنا بنحاول نعملها بقى. يعني انه يقدر يكون هو فعلا مفكر ومنتج وصاحب قرار. يعني هو شوف قال لك ايه، بس هو مش هيقدر، هو لازم برضه هيذاكر عشان في الامتحان ممكن يجي ده، لكن هو مش قادر. لا، وبقول لك انا في حاجات بتعجبني وفي حاجات ما بتعجبنيش. في بعض الولاد دلوقتي في المدارس خلاص هو غصب عنه بيحفظ وهو مش فاهم. أيوة. هي دي اشكاليتنا احنا دلوقتي، يعني احنا طبعا مش هنخش في قضيه كبيره، بس الجميل اللي هو عارف ده يحب ايه وما يحبش ايه، ولكن برضه يهتم بالدراسه، فهو لازم برضه ياخد فكره عنها. هو كده كده متميز، يعني امر طبيعي ان هو هيبقى متميز عن اقرانه او صحابه في الفصل، لانه بياخد جرعه مكثفه من فنون الادب والشعر والثقافه، فهو امر طبيعي ان هو هيكون متميز عنه. عبد الرحمن، بتحس وانت في الفصل انك فعلا متميز عن غيرك؟ لو في قصيده انت حاببها فبتقوم تقولها، مش مجرد ان المدرس عايزك انك تسمعها او تقول كلماتها، لا بتلقيها. وده الفرق ما بينك وما بين اي وبيخشوا مسابقات القاء وبياخدوا مراكز اولى على مستوى الجمهوريه. ايه احب انواع الشعر ليك؟ الفصحى. مع انها الفصحى احيانا في ناس كتير تقول لك انا صعبه، انا مش عايز حتى ابص لها. انا بالنسبه لي الفصحى اسهل حاجه. المفردات، الكلمات اللي هي ممكن اي شخص يقول عليها صعبه، هل دي عندك انت عارفها؟ بابا محفظها لك، مفهمها لك، فهي بالنسبه لك بقت سهله جدا. طيب تقول لنا بقى شعر فصحى. هقول جزء من الهمزية النبوية للشاعر أحمد شوقي. اتفضل. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شزية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء. جميل. اسم الجلالة في بديع حروفه، ألف هنالك واسم طه الباء، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء. الله حبيبي. أشكرك يا عبد الرحمن، أشكرك.